قرب حسابك، افتح كتابك. النقاب يا أختاه، اقفل في وش الذنب بابك، وابدأ طريق ظلموها طاهر بريء. لما أهانوها. هل النقاب عادة؟ طاعة الله والشباب. النقاب يا أختاه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النقاب يا أختاه. لا يستطيع أي إنسان أن يثبت في كلام من كلام العلماء أن النقاب عادة. النقاب يا أختاه. أسماء بنت أبي بكر. كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل الإحرام، وقد اتفق العلماء، علماء المذاهب الأربعة، اتفقوا كلهم إلا قليلا أن المرأة في زمان الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها. اثبت. صراحة أنا رأيي في النقاب إن هو فرض على كل بنت مسلمة إن هي لازم تلبسه، عشان الزمن اللي إحنا فيه ده زمن فتن وزمن يعني ما فيش فيه حماية. النقاب يا أختاه. هل النقاب من شرع الله؟ أي بني آدم يقول غير أنه من شرع الله فده جاهل ينبغي أن يحجر عليه. هو طاعة لله. نيجي على النقاب الذي هو من صميم الدين وصلبه، وهو شعار العفة، شعار المرأة المسلمة. أرادت امرأة أن تتشبه محبة ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تلام على ذلك. يعني الواحد بيقول اللي لابسة قصير لابسة قصير ليه؟ مع إنها برضو ما تزعليش مني، يعني لنا رب في الآخر. اثبت. تلام على ذلك. النقاب يا أختاه. أولياء الأمور اللي هم بيضغطوا على البنات، أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. البنت دي هتتعلق في رقبتك يوم القيامة. ده البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار، والذي كان سببا في استقامتها ليس أنت، إنما أي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك. تذكر. اثبت. وانا بقول للاخوات المنتقبات اثبتنا على هذا. اثبتنا على هذا. ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. اثبت. إن وعد الله حق. اثبت. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اثبت. فأنا عايز الأخوات المنتقبات ما يفرطوش في القضية الكبيرة دي عشان مجرد سكنة في مدينة جامعية. أنا بقول لك اثبتنا إن كنا منتصرات. وتذكروا نحن إمكاناتنا ضعيفة مش زيكم. أنتم معاكم جرائد، معاكم مجلات، معاكم إعلام، ووراكم نقابات. فإحنا ملناش نقاب ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين إن دمنا رخيص، لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد. بالله استعنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله عز وجل. بالله استعنا. أنا لا أتكلم إلا بما أعتقده دينا ألقى به ربي. إذا أنا عجزت أن أقول كلمة الحق أنا لن أداهن فيها أبدا. بالله استعنا. أنا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا. وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط. النقاب حتى يطيع لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد.